السلام عليكم. قال الخبير الأمريكي في الشأن الاستراتيجي لي ويليام كينغ ضمن تحليل له نشر في بوسطن هيرالد إن إيران تملك طائرات مسيرة يتم نشرها حاليا في شمال إفريقيا وقد تشكل تهديدا مباشرا للمغرب. وأكد على أن إيران قامت ببناء أجيال من الطائرات بدون طيار كبيرها وصغيرها، لكنها متطورة بشكل متزايد، مبرزا أن الطائرات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها ألهمت المهندسين الإيرانيين وتم إدماج بعض التقنيات المتطورة. وأشار ويليام كينغ إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية إيلان بيرمان أخبره بأن إيران توصلت إلى استنتاج مفاده أن قوتها لا تكمن في منافسة القوة على القوة، ولكن في مساعدة الصراعات غير المتكافئة، وهذا هو سبب إنفاقها الكثير من المال والوقت على الإرهاب، والكثير من المال والوقت على الصواريخ الباليستية. وشدد على أن المغرب عبر عن مخاوف حقيقية بشأن هذه الطائرات، في حين أنها قد لا تكسب الحرب، لكنها يمكن أن تلحق أضرارا جسيمة بمجموعات متنوعة من الأهداف، من المراكز السياحية إلى المنشآت العسكرية إلى شبكات الطاقة الحيوية ومحطات الطاقة. وقال كينغ إن ما ينقص هو الدفاعات الكافية ضد هجمات الطائرات بدون طيار، سواء كانت هجمات فردية تسبب الأذى أو أسراب مصممة لإحداث أضرار كبيرة، مؤكدا على أن النظام الدفاعي الفعال الوحيد ضد الطائرات بدون طيار هو القبة الحديدية الإسرائيلية التي بنيت بالتكنولوجيا الإسرائيلية وساعدتها وتمولها الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق للدبلوماسيين المغاربة أن نبهوا إلى هذه المسألة، حيث تؤكد المعطيات الميدانية أن إيران تمد جبهة البوليزاريو بالأسلحة وتدرب عناصرها من أجل خوض معارك ميدانية بتواطؤ مع الجزائر. ولم تعد الطائرات المسيرة الانتحارية خيارا ثانيا في المنظومات الحربية، بل أصبحت من أهم الركائز الاستراتيجية في الحرب الحديثة، وهو ما يدفع إلى إعادة النظر في التكتيكات العسكرية ومصادر القوة الميدانية. وفي الوقت الحالي تتمثل استراتيجية المغرب في تنبيه العالم إلى الديناميكيات المتغيرة في المنطقة، وإلى تعرض أي بلد تقريبا لهجوم بطائرات بدون طيار، إضافة جديدة إلى حرب العصابات. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.